الكاف ترشيحات الحاضرين معي اليوم الكرونيكور طبعا وضيفنا مولدي الجامعي بشأن جوائز الكاف في كل التصنيفات وكل الخيارات طبعا المتاحة من أجل الفوز بجوائز الكاف. 47 دقيقة على EFM. جوائز الكاف الحفل سيكون في مراكش نهار الاثنين 16 ديسمبر. EFM باش تكون حاضرة، خلي لكم سوربريز. EFM باش تكون حاضرة على عين المكان في حفل جوائز الكاف. به نبداو بأفضل نادي سان داونز، زمالك، نهضة بركان، الترجي، الأهلي. سي عبد الباقي من المتوج بيان سور؟ الأهلي. الزمالك زوز ألقاب أفريقية. مولتي أفضل نادي ما تنجمش نتمنى الاسبيرونس لكن كاف سوبر كوب دافريقيا بالأرقام الأهلي. سي عبد الستار يلا. الأهلي. به أفضل منتخب كونغو ديمقراطية، جنوب أفريقيا، نيجيريا، السودان، كوت ديفوار. سهلة ذي لو شامبيون كوت ديفوار. يلا مود. انا مفاجئك السودان اللي هي رجعت للكوب دافريك لاول مره ورغم المشاكل والحرب تلعب البرا، تلعب في استاد شهداء بنينا في ليبيا. معقول. كنت خدمت عليها واحده معناتها حلقه كامله، فعلا مجهودات كبيره ياسر السودان باش وصلت ترشحت كوب دافريك. سي عبد الستار. نيجيريا. افضل لاعب محلي، عبد السيد، يوسف دايو، ويليامز، حسين شحات، مصطفى شوبير. نبدا معك سي عبد. محلي نمشي في مصطفى شوبير، بيرفورمانس ممتازه جدا عملها في ظرف صعيب ياسر. اما احمد سيد وضح لي وزيزو. زيزو هاي زيزو. لا انا لا نحكي مع مولدي، انا زاد مصطفى شوبير ولا ويليامز، اما اكثر شوبير. يلا مولدي من زيزو. شوبير. به افضل لاعب شاب، جاكيتي، كامارا، كوناتي، يانكوبا، بنتي، ونقص ليس صغير يلا. شكون جاكيتي، كامارا، كوناتي، مينتي وليس صغير. لاعب موناكو المغربي. ليس بن صغير سامحني. نمشي فيه هو. ليس بن صغير جوز اولمبيك. بن صغير من الافضل لاعب شاب. ليس بن صغير. افضل حارس مرمى، فوفانا، نوابالي، اونانا، ويليامز حارس جنوب افريقيا، ومصطفى شوبير. سي عبد الباقي. مشيت في بكري بين ويليامز مصطفى شوبير، مشيت في مصطفى شوبير نواصل فيه. اونانا بالنسبه لي معناها شبيه هنا شبيه هنا مصطفى شوبير. خليني مانيش نقص يلا. مصطفى شوبير رغم اللي ويليامز نحكيو بيرفورمانس عملناه ما نحكيوش في المطلق. لا على هنا مصطفى شوبير. دونك مصطفى شوبير رغم اللي ويليامز راهو معناتها وصل جنوب افريقيا المرتبه الثالثه افريقيا في الكان، ومع سان داونز كان متالق وكان نوميني بارمي احسن جوله في البالون دور في العالم. مصطفى شوبير هز وويليامز ما هزش. لا لحم لازال. مصطفى شوبير عمل لي كلين شيت، عمل ريكورد على كلين شيت عملناه. باش ما نظلمش ويليامز لانهم دو تروفي هما شوبير عطيته احسن، دونك ويليامز هو احسن حارس. سي عبد سي الموت. انا يبدو لي بطل افريقيا فوفانا الكوت ديفوار. فوفانا افضل حارس بالنسبه ليك. به افضل مدرب، كونجالفيش، امير سيفاي، سيباستيان دي سابر، مارسيل كولر، وهوغو بروس. من الافضل؟ لا مدرب كوت ديفوار معناها ديما نحكيو بيرفورمانس، راه ما حناش نحكيو في المطلق. طبعا نحكيو بيرفورمانس معناها عمل في العمل. مدرب منتخب كوت ديفوار. يلا. فايل عمل ميراكل انقذ المنتخب ميراكل بعد راه مش تيتر. راه مقابله السنغال ومقابله مالي راهم من ثم نهائي والربع النهائي، راهو من اجمل ما تشوف في تاريخ مواجهات كاس افريقيا الامم. من اجمل ما تشوف معناتها سيتي ميراكل. عبد كولر انجازات مستمره وليست ظرفيه. كولر نفتح قوس صغير ياسر. ساوث افريكا هوغو بروس انا حبيته برشا يجي لتونس بصراحه. حبيته يجي لتونس لانه عمل لي كيف من لا شيء في ساوث افريكا، لكن بالنتائج مارسيل كولر. به افضل لاعب افريقي، به ادينغرا لاعب كوت ديفوار، جيراسي لاعب غينيا وبوروسيا دورتموند، اشرف حكيمي مدافع البي جي والمنتخب المغربي، لوكمان مهاجم اتلانتا ومنتخب نيجيريا، ورونوان ويليامز حارس جنوب افريقيا. من الافضل حسب رايك سي عبد الباقي؟ ما نجمش نخير اي واحد منهم وبالعاطفه يعني نقول على حكيم. لوكمان لوكمان مستغرب نحل قوس، مش مستغرب لكن شويه
كاينو محمد صلاح خرج من جوائز فيفا وكمل خرج من جوائز الكاف. بون السيزون هذه ما كانش، انا حبيت يكون موجود. كي هو مش موجود اشرف حكيمي لاعب البي جي ومنتخب المغرب. افضل فريق في العالم اتلانتا تو. الشورت ليست الاخيره فيها بالنسبه لي افضل فريق وافضل نادي افريقي فيها الاهلي الزمالك وسان داونز. تم ازاحه الترجي الرياضي التونسي من القائمه اللي كانت فيها 5 اصبحت 3 فقط. 3 فرق اليوم الاهلي الزمالك وسان داونز. غياب تونسي. سان داونز علاش؟ والله ما فهمتش انا. ما فهمتش. الترجي فاز على سان داونز. راهو الزمالك هز 2 القاب عملاول. الاهلي سيفري هز لا سوبر كوب كونتر الاهلي داير. فهمت الثاني هذيك مي سوبر كوب كونتر الاهلي. علاش لا شنو ثم 2 القاب هي الكاف. هذا كلام اهلاوي سي عبد الباقي. هذا كلام اهلاوي. وانا والله بقطع نظر مقابله مهمه. مقابله مهمه ولقب مهم. ماتش تسويقي اكثر منه حاجه اخرى. من اللقب راهو الكوب والشامبيونات هذا من الالقاب. غياب تونس يعني الجوائز معناها هذا اللي يهمنا اكثر انه تونس غير طول الغياب طول سنوات. سان داونز هذه ماخذ بخاطر موتسيبي وبرا هي جمعت في الترتيب الافريقي الترجي قبل سان داونز هكا ولا فاز عليه في الترتيب المؤهل كاس العالم الترجي تروزيام سان داونز كاتريام. لا منطقي كلامك. الترجي ربح سان داونز الي روتور في الشامبيونز ليج فالتنقيط خير منه فيها ربحوا الي روتور الزوز ما زوج تيت. الترجي فيناليست الاخر دومي فيناليست. هنا موتسيبي اسمه يفرح باش في نهار الحفله يبدا شيخ شويه وكان عنده جمعيه. شنو رايك في كلام سرقه هذه تسمى ودي حكايتهم فارغه هما ولا القاب. اذا كان باش تخلي 3 ايكيبات ما تكونش موجوده سان داونز. كان جات محلوله على 5 6 ايكيبات تكون موجوده سان داونز. اما على 3 ايكيبات يعني ازاحه الترجي ويكون سان داونز موجود في الثلاث. اي اذا كان على الانديه الفريق الثالث اللي يكون يا الترجي يا نهضه بركان. والترجي قبل نهضه بركان بحكم الترجي تشامبيونز ليج ونهضه بركان كاف. اذا كان جات 5 انديه تنجم تتحل على سان داونز كذا تتفق مره سان داونز فريق قدامه الاول الثاني ثالث رابع بالتنقيط يا رسول الله. يمشي للرابع ويطيح الثالث. الحفل سيكون في مراكش الفيفا كاف وورد سيريموني. الحفل سيكون في مراكش والمغرب أصبحت قبلة مولدي بالنسبة لكل التظاهرات الإفريقية. تحتضن مباريات عديدة طبعا بالنسبة للمنتخبات اللي ما عندهاش ملاعب مؤهلة من طرف الكاف. عندك المغرب والكوت ديفوار حاليا. هو توجه رياضي وتوجه حتى سياسي. المغرب متفتحة برشا على إفريقيا. دعم كامل وسخي لإفريقيا. كل مشاريع إفريقيا في كل المجالات هي اللي تستدعى وهي اللي تفتح ملعبها للأندية والمنتخبات الإفريقية. دونك حاجة تبدو ويرد شوية أنه كل التظاهرات تكون موجودة في المغرب ولكن معناتها كإمكانيات موجودة. وما زالش نشوفوا زاد الإمكانيات في كي نحكيهم بعد على ملف 2030. ملف 2030 وكأس افريقيا 2025 في ديسمبر القادم بعد عام صحيح. من توا رسمي. قلنا العربية السعودية تنظم مونديال 2034. المغرب ستنظم مونديال 2030 في ظرف 12 سنة. 4 نسخ مونديالية 3 في بلدان عربية منذ قطر 2022. وبعد عندك مونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا ومكسيك 2026. المغرب اسبانيا البرتغال إضافة لملف جنوب أمريكي والسعودية 2034. لحظات تاريخية تعيشها الرياضة العربية كوليس المولتي. لحظات تاريخية. واحنا مرة فتحنا سؤال وانا ربما نحب نشارك الأخيان في السؤال هذايا. هل البلدان الأوروبية هي اللي أصبحت تتهرب من الاستضافة لأن الاستضافة مكلفة أم فعلا الدول العربية هي ولات عندها الكفاءة والجدارة باش تنظم؟ أنا يظهر لي الاثنين. أنا يظهر لي المنتخبات البلدان اللي هي أنه ثم لوبي قاعد يجنقل بالكوب دي موند ويلم في الفلوس. هذا موجود. هذا هو الصحيح. توا الكوب دي موند اللي جايه ب 2030 سامحني مولد تو مش مرج هذا على 6 بلدان. هذا الكل باش ما تعطيهاش للمغرب. صحيح. المغرب راهي قدمت ترشح على الكوب دي موند تقريبا 4 مرة والمغرب كانت جديرة بأن هي تستضيف كوب دي موند. ما تنساش مئوية. لولا تواطؤ بعض الاتحادات العربية اللي صوتوا للملف الأمريكي ضد الملف المغربي. ونذكر أنا وقتها في حصة اللي شهرت بالموقف هذا المخزي اللي تاخذوه. المغرب الأقصى قادر على استضافة كأس العالم وتنظيمه بنجاح ونجاعة. علاش ما تاخذوش وحده بيان سور وحده؟ علاش متفتتك هكا خذينا بخاطرك انت وخياتك 4 من الناس معاك؟ عيب. الشيء اللي يعمل فيها انفانتينو في الكورة
قسما بالله اذا كانت الكوره مش تندثر راهو بسبب البذور اللي قاعد المسمومه اللي قاعد يرمي فيها انفانتينو في كره قدم، هو ومعه من اللوبيات ما خلونا حتى شيء ينفردوا به. الدنيا كلها هزوها، والمقابل ديما فلوس. السيد هذا معنا تقريبا اغنى رجل في العالم ولا باش بالكوره، وكيفاش برا لوجوا كيفاش، وبرا لوج الدوسيات كيفاش تتعطاو، علاش هيك يقوى هذاك ما يخش واحد كل شيء، وبعد يقول لك بلاتير وبلاتير بلاتير زوالي قدام. هو الخلاف ما بين الفيفا والويفا، ما بين اوروبا وانفانتينو في شخصه ظاهر وباين، والخلاف متواصل حتى لتوا، حتى في المسابقه هذه الكومبيتيسيون اللي استناو فيها في الصيف نتاع كاس العالم للانديه، انه ما فماش سبونسورينغ من اوروبا، ما فماش حتى ما قدموش حتى الحقوق البث. تخيل انه اوروبا تقول لك انا ما نجمش نبث مونديال الانديه خاطر عندي في نفس التوقيت ويمبلدون وتاع التنس وكاس العالم للسيدات، كاس اوروبا للسيدات قدام كاس العالم للانديه. ما يحبوش يخسروا التاريخ هذاك فانتينو خاطر عندهم ويمبلدون وعندهم واحد ما يحبوش اوروبيين وما يعينوش فيهم وما يعينوش في السبونسور. عنده مشاكل ما عنده حتى مشكله، عنده حلول اخرى. حقوق البث مثلا هو حط لها 4 مليار دولار حقوق البث، الى حد الان الملف الوحيد اللي تقدم هو بتاع ايبل، بتاع ابل بتاع الايبل 1 مليار دولار. يعني تخيل انت الربع نتاع الاستيماسيون اللي هو لكن دازن ملف دازن مولدي الجامعي دازن على طريق في 2.2 اللي في لندن، يعني وسيله اعلام اوروبيه، يعني تم تاسيسها في المملكه المتحده، موجوده بالانجليزيه بالفرنسيه بالالمانيه بعديد اللغات، حتى باليابانيه والبرتغاليه. 2.2 رقم باهي مقارنه بواحد، او مش باهي مقارنه باربعه. هو حط 4 استيماسيون. فهمت معناتها حتى الباكج نتاع السبونسورينغ بعيد ياسر على اللي تقدم فيه اوروبا، وعنده بخلاف المشاكل اللي عنده نتاع لي دو سبونسور الرسميين اللي موجودين في الفيفا، اديداس وكوكا كولا، انه هو قال لهم هذا كلام ربما هو قال لهم انه الاتفاقيات السابقه اللي عندنا ما فيهاش كاس العالم للانديه، توا كاس العالم للانديه تدفعوا لي مره اخرى. فهمت سي عباق؟ في وقت ما حلمنا بكاس العالم في تونس 2010 وقت تحكي على ملف تونسي ليبي وقتها، والمغرب وقتها مقدمه زاد كيف المغرب من 94 تقدم من 94. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائنا متابعي قناتنا على اليوتيوب. عندي خبرين مهمين جدا، الخبرين متعلقين باثنين من اللاعبين المغاربة المميزين جدا في أنديتهم وفي منتخب المغربي. طبعا في لاعب عنده بعض المشاكل زي حكيم زياش، في اللاعب الثاني أشرف حكيمي المرشح الأول للحصول على الكرة الذهبية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأعتقد أن أشرف حكيمي يستحقها عن جدارة واستحقاق. ليه بنقول ان اشرف حكيمي يستحق هذه الجائزة؟ لان طبعا يا جماعة انتم متخيلين ان في المباراة الاخيرة لباريس سان جيرمان واشرف حكيمي مع فريق سالزبورج النمساوي، اشرف حكيمي عمل تمريرتين ولا اروع، وكانوا اهداف مؤكده تسببوا في الهدف الاول والهدف الثالث، لدرجه ان التقييم بعد المباراه لاشرف حكيمي كان 9.1، حاجه كانت محترمه جدا جدا. واشرف حكيمي دايما في كل المباريات بيعتبر هو ابرز لاعب في باريس سان جيرمان حاليا، واكتر لاعب بيصنع فرص، وعمل 16 تمريرة حاسمة في بطولة دوري ابطال اوروبا منذ بدايتها هذا الموسم. ده رقم كبير جدا جدا بالنسبة للاعب أشرف حكيمي. أشرف حكيمي كان اتفتح مفاوضات قريبة جدا جدا، يعني كانت منتشرة على السوشيال ميديا ان ريال مدريد بيحاول التعاقد مع أشرف حكيمي، ولكن إدارة باريس سان جيرمان بقى بقيادة الخليفي الراجل القطري عنده الفلوس يعني ما تعدش، عشان كده تعاقد مع أشرف حكيمي وجدد مع أشرف حكيمي، وهيكمل مع باريس سان جيرمان لمدة 3 مواسم قادمة. أشرف حكيمي بالنسبة لمستواه حاجة رائعة وحاجة مبهرة لكل الناس، سواء كان في المنتخب المغربي واللي بيقدم فيه مستوى رائع جدا جدا مع المنتخب المغربي،
قائد وكابتن وبيلم اللعيبة وبيعمل حاجات كويسة جدا جدا في كرة القدم الحديثة من حيث الكابتنة والكاتشنة، وحاجة محترمة جدا. يعني يعتبر انت عندك في المنتخب المغربي وليد الركراكي كمدرب، وعندك مدرب داخل الملعب وهو أشرف حكيمي اللي بيوجه اللعيبة وبينصح اللعيبة، ودايما بيحتوي اللاعبين الصغار في المنتخب المغربي عشان يقدموا أفضل شيء لمنتخب بلادهم. وده اللي بنشوفه من المنتخب المغربي في تصفيات أفريقيا الأخيرة، حصل على 18 نقطة، يعني فاز في كل المباريات بلا استثناء، وعمل السكور اللي مش هيتكرر تاني، ان هو يفوز في كل المباريات بدون اي تعادلات او اي خسارة. وده بيعود الى قائد كبير جدا جدا داخل الملعب للمنتخب المغربي، هو اشرف حكيمي، اللي قلت لكم ان هو بنسبة 1000% هيكون افضل لاعب، هيحصل على جائزة افضل لاعب داخل قارة افريقيا، ويحصل على الكرة الذهبية الافريقية بنسبة 1000% في الحفلة اللي هتقام في المغرب خلال اسبوع من الان. كان في تقارير كتير جدا جدا في الاوساط الرياضية عن لاعب مهم جدا جدا، حكيم زياش، اللي انا بحبه على المستوى الشخصي، مواقفه في القضايا الوطنية وفي القضايا العالمية ثابتة ولا تتغير، وده اللي بيسبب له بعض الأزمات. مستوى حكيم زياش في الفترة الأخيرة كان في النازل، وكان فيه هبوط جدا في مستواه، رغم ان حكيم زياش كان بيعتمد عليه في المنتخب المغربي بنسبة 100%. لكن إدارة نادي جلطة سراي التركي اللي هتحسم مستقبل حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، هيكون في جلسة، والجلسة دي أعتقد هيتم فيها إنهاء الأمر تماما، وممكن خلاص يتم فسخ التعاقد مع حكيم زياش، لأن في مشكلة بين حكيم زياش أصلا ومدرب فريق جلطة سراي اللي ما بيعتمدش عليه تماما في كل المباريات، ودايما مقعده على دكة البدلاء بسبب هبوط مستواه. كان في بعض الأخبار اللي خرجت في الفترة الأخيرة عن تعاقد أو النادي الأهلي المصري اللي داخل في مفاوضات مع حكيم زياش في الفترة الأخيرة. بدأ يتأول كلام كتير جدا عن انتقاله للنادي الأهلي، لكن أعتقد بأن راتب حكيم زياش هو السبب الرئيسي في عدم تعاقد الأندية العربية، لأن المستوى المادي في الأندية العربية لهم سقف في الرواتب، ولهم رواتب محددة بيقدروا يدوها للاعبين. عشان كده النادي الأهلي والمسؤولين في النادي الأهلي نفوا تماما أن هم دخلوا في مفاوضات مع حكيم زياش ليكون إضافة للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية. واحنا عارفين طبعا كل الأندية بما فيها نادي الوداد المغربي والنادي الأهلي المصري ونادي الهلال السعودي ونادي العين الإماراتي، كلهم مشاركين في بطولة كأس العالم للأندية، بيحاولوا يدعموا صفوفهم بأي لاعبين، أي لاعبين بس يكونوا فرز أول أو من اللاعبين المميزين اللي يقدروا يعملوا إضافة في أنديتهم. عشان كده الوداد المغربي والعين الإماراتي الاثنين موجودين في مجموعة صعبة جدا فيها مانشستر سيتي ويوفنتوس، والهلال السعودي موجود معاه ريال مدريد وسالزبورج النمساوي. سهلة جدا للهلال السعودي انه يقدر يمر من المجموعة دي. النادي الاهلي المصري معاه بالميراس وبورتو وفريق انتر ميامي، فريق ميسي طبعا. هيبقى اول مباراة افتتاحية النادي الاهلي وانتر ميامي، هتكون الساعة 4 فجرا. متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم.